نجي ب9 بالعشرة بكيه بيضه وقف بالباب طبق، وانا يم الباب هيك جوه بس بالباب. اي قلت له اريد منك شغله تسويها، قال لي قولي اسويها ايش تردين اسوي، حتى اذا تردين اقتلك ابو احمد. قلت له هو هذا اللي اريد انه. اي قال لي صار عادي. قلت له شو قلت؟ قال كيف بكم تمام؟ قلت له اليوم. قال اي. قلت له ايش تطلب؟ قال لا انا ما اطلب منك، انا بالنسبه لي ما اطلب، هسه الله كريم رايح وبعدين نتفاهم بالتليفون. راح من راح وبعدين دق علي قال انا ترى هاي شغله مو مال واحد وياي. اي هذا الواحد وياي ترى يريد فلوس، لا ما يصير وحدي. قلت له ايش قد يطلب؟ قال شوفي هو ايش قد. اي بعدين قلت له ايش قد هاي؟ قلت له 10 ورق. قال لا 10 ورق لا 16 ورقه. قلت له لا ما عندي 16 ورقه هواي. قال لا. قلت له يلا عاد. قلت له يلا وهاي اتفقنا. قال خوش. بعدها هاي احنا موعدنا على الليل بثنتين بالليل. بعدها بثنتين بالليل اجى حيدر وهذا الولد. لقينا الزلمه نايم، رجعت له قلت يابا الرجال نايم وجهاله نايمين بصفه. ركضت هي طبت للغرفه قعدتهم من النوم حطتهم بالحمام وسرقت عليهم الباب وجت وقفت يمنا سولفت ويانا واحنا طبينا. انا دكيته بظهره، فمن دكيته بظهره التفت علي اخذ السكينه من يمي طقاني بفتشي، دكاني بوجهي. من دكاني بوجهي ندار علي سيف طقاه بظهره، من طقاه بظهره طاح. من طاح اخذت السكينه مالتي طقيته طقتين، ومن هناك طقه انا طاقه صارت 3 طقات، فطاح الزلمه. من طاح الزلمه اجت هي زوجته اخذت السكينه مال قص من سيوفي وكملت علي حوالي بال10 طقات طقته، وهي ركضت الباب الحوش جابت لنا حبل هذا اللي يسحبون بسيارات الحديد السين، خلته برقبته وجرته حيل، داست على شو اسمه الشناقه مالته وجرته حيل وبقى الحبل برقبته. فمن كملنا طلعنا بالحوش، غسلنا دينا وماشيين وصبت لنا مي هي وزوجته، خلينا وطلعنا انا سيوفي. بقيت بالبيت انا بتاني، صارت الساعه بال5 الصبح تقريبا بال4 دقت علي، يعني ورا ساعه دقت علي قالت لي تعال يابا اخذ بسيارتك وذبه بالزبل. من اللي حصل فضيحه ما اعرف شنو. قلت لها ايه هسه كان غفلت تليفونه وبعد ما رحت لها. بعد ما كملوا على العمليه وخلصوا عليه حيدر قال لي روحي لاهلك كانما انت ما تدرين. جيت ثاني يوم وتلقينا مكتوب بالحوش. انا ما سويت هيك، خفت طلعت جوارينا اركض لهم عصابه طبوا علينا وقتلوا زوجي. ظليت انا ابكي عليه مقفوله عليه ابكي للصبح الى انا اجت الشرطه اخذت الجثه وراحت. وعندي انا 4 جهال، اي 3 ولد وبنيه، اي ورجل رجال كبير. سبب قتلي الا لان هو رجال كبير وتعبان وما بيه حيل. اي وزوجي يشتغل بستوته كراوي. فانا اطلب ولد فلوس بالدسيم، رحت علي اخذ الفلوس مالاته من يمه كظوني ببابه. عندي انا متزوج وعندي 2 نسوان و4 جهال.